ايه قاعده كده ليه؟ تعبانة قوي النهاردة، تعبانة قوي. تعبان ايه؟ احنا لسه في اول يوم. مش عارفة مالي، صاحية الصبح كده تعبانة ودماغي مصدعة وعندي احتقان، عندي احتقان رهيب. عندك احتقان؟ مم. طب خلاص افطري بقى، يعني مفيش مشكله، افطري النهارده اهو. انت الكلمة اللي انا سمعتها دي صح؟ ايوه عادي، مش تعبانه، معاك رخصه انك افطري وبعدين بعوضيه في بعد رمضان. افطر؟ ايوه عوضيه بعد رمضان عادي. ده انا لو هموت كده، لو هموت عمري ما افطر. انت مش بتقولي تعبانه؟ وافطر ليه؟ خدي علاج وبعدين بعد رمضان بعوضيه. قصدك افطر على العلاج يعني؟ ايوه. استحالة. ده انا كنت بولد بنتي في عز رمضان ومرضتش اولدها الا بعد الفطار عشان ما يدونيش جلوكوز وافطر، استحالة تحصل. انا افطر في رمضان ليه؟ ايوه انت مش تعبانه. تعبانة اتحمل تعبي واتحمل، لكن عمري ما افطر ابدا ابدا مهما حصل. ده علاج على فكره عشان تخف. ولا تدخل بقي اي حاجة 30 يوم شهر رمضان. ايه ده اللي انا شايفه ده؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ اه ايه بتعملي ايه؟ ده انا بس خدت، كنت تعبانه قوي وزي ما انت دخلت شفتني كده في الانتريه كنت تعبانه. ايوه. ما انا قلت لك افطري، خدي علاج وافطري، خدي دواء وافطري، قعدت تقولي لا ورمضان و30 يوم. ما انا جيت بقى عديت على المطبخ لقيت من اكل امبارح رز بالمكسرات اه. وكده، فقلت ايه، وبعدين انا من صغري، من اه. صغري العلاج ما بيعملش معايا حاجه. اه. كانت بابا الله يرحمه كانت اول معايا يوديني اكل، يجيب لي فرخه اه. وكنت اخف على طول. يعني انت العلاج ما عملش معاكي حاجه، بس الفرخه اللي بتعمل معاكي حضرتك، الله ينور عليكي. وانت قاعده كده مستخبيه وتحت قاعده ورا الرخامه مدياها. لا ما اقصدش، بس عشان انتوا ما تشوفونيش يعني تجوعوا، انتوا صايمين. والله.